طبعا يا اخواتي النسخة الجديدة بتاعت اجنبي امبابة اهي نزلتها يا اخواتي. النسخة فيها كل حاجة، الخصوصية العادية. تعالى بقى نشوف ايه. طبعا ده الانستا بتاعي يا اخواتي، خش تابعوني عليه. هدخلك خش تابعني عادي ولا في اي حاجة. ماشي يا اخواتي تمام. وهنا طبعا لينك اليوتيوب. طبعا انا بنزلش محتوى على اليوتيوب اصلا عشان كنت معتزل بقالي فترة، بس ورجعت من تاني وكده. فالنسخة اهي عملت لكم النسخة. طبعا كان كله عمال يطلبها مني في الواتس وعمال يقولوا عايزين نسخة منك عايزين نسخة منك. طبعا نزلت الاضافات. نخش هنا عندنا يظهر ايقونة اضافات الحسابات دي يا جدعان، بتفعلها عادي، بتستلم الرسائل بس، بتبعت رسائل بس، كل ده عارفينه. بيعرفك صاحبك فتح المسج امتى، ده بيعرفك صاحبك فتح المسج امتى، ده بيسجل صاحبك بالاسم اللي كاتبه. تمام. ابعت رسالة متخفية، يعني تبعت رسالة ما تبانش اصلا اللي قدامك. تمام، زي النقطة كده ما بتبان. توقيف مشغل الفيديو، مفيش اي فيديو بيشتغل. اخفاء الرسالة المتشفرة، اي رسالة متشفرة بتختفي. تخفي الشات، بتخفي الشات المحذوف. تمام. بتعطل قراءة المزيد، يعني ما بيبقاش في حاجة اسمها قراءة مزيد، بيبعت لك الرسالة على طول. الشريط الجانبي للاتصال دي عادي بتاعت الاتصال. تمام. هنخش بقى على الاضافات المولعة بتاعتنا. تمام. عندنا تساقط الثلج دي طبعا مش مفعلة عشان ما بحبهاش. والسكات طبعا ايه بتنزل ثلج وكده. وفي عندك السي دي بتاع النسخة وريكورد فيك، ممكن تحدد اي حاجة انت عايزها في الريكورد الفيك وهو يبعت على اساسه. تمام. وهنا حظر ارقام بقى وايه فك ارقام وكده، والاكواد متجهزة فيها كل حاجة. هنا بقى الاضافات بتاعتنا بتاعت الفيروس، بتبحث فيروس الكات، تخفي الفويس، كل دول عشان ما تهنكش في الفيروس. ولو النسخة بتتحرق تفعل دي، لو النسخة بتتحرق من واحد مثلا بيرمي عليك. تمام. وما تهنكش من اي شات، حماية النسخة من الفيروس، حماية النسخة من فيروس البوت، فاهمني؟ اي حاجة من دول بيفعلوها بتظبطك يعني. وهنا عندك ادمن فيك واخفاء علامة التوجيه. طبعا كل ده عارفين عدد المسائل الرد التلقائي وطرد جميع اعضاء الجروب. ممكن تطرد الجروب كله، نشيد دوسة، والغاية تنزيل الملصقات على الهاتف، ما تخليش ملصقات تنزل على الهاتف، وعدم مسح الرسائل، ما تخليش حد يمسح الرسائل، وتسرع النسخة. ده بيسرع النسخة، افعالكوا انكوا تفعلوه. وده تعرف مين رفعك ادم انه مين نزلك ادمن. تمام. وده تحفيز الويب كله عارفين. تمام يا اخواتي تمام. هنخش بقى ده اللينك بتاع الجروب كله، طبعا كله بيتمناه. تمام. وهنخش بقى على السمات. عندك السمات اللي انت عايزها يا برو، نسخة يو. عندك كل السمات اللي انت عايزها، اختار منها سيم ونزله عادي. تمام. وهنا النسخة الاحتياطي عادي، يعني النسخة الاحتياطي بتاع اي نسخة. وهنا الشاشة الرئيسية يا اخواتي عادي. وهنا شاشة المحادثة برضه عادي يا اخواتي. كل ده عادي. وجات اف ام بقى واجنبي بقى حلوة اهو، نسخة عظمة. عندنا التحديث بقى، التحديثات بتنزل بقى ايه لما تعوز تحديث هتلاقيه نزل هنا ان شاء الله باذن الله يعني يا اخواتي. وهنا طبعا بتخش بص هتدخلك على اليوتيوب بتاعي، انا بخش على طول. تمام. هنخرج بقى من كل ده. وهنا قناتي يا برو برضه بتاعت اليوتيوب. تمام يا برو. تمام. هنخش كده تاني. تمام. احنا عندنا كل ده. عندنا بقى ايه جدولة الرسايل. طبعا مفيش حاجة من كل ده محروقة. عندنا رد تلقائي، ودي تركتور النص عشان لو مهنجة نص عظمة على الاخر اصلا. تمام. وهنا طبعا لو مكسل تسجل رقم تدوس عليه وتدوس الرسالة هيبعت عادي. وهنا بتشوف مين عمل لك بلوك. تمام. هي بتبان لك اصلا الرسالة عادي. وهنا عايز تعمل مجموعة. وهنا بقى البي سي عشان تزهز الناس، يعني تقعد تهزق في الناس وكده، فاهم انت عارف بقى. وهنا الأجهزة المرتبطة اللي انت لو عايز تربط جهاز كمبيوتر. تمام. وهنا الرسائل المميزة عادي. وهنا بقى الإعدادات يا برو. تمام. عندك هنا البوت بتاعه، كل دول اخواتي يا معلم. تمام. وفي نسخة جاية هتنزل قريب. تمام. هيبقى فيها مميزات اكتر وهيبقى فيها كل حاجة ان شاء الله. وبإذن الله اشوفكم في الفيديو الجاي. وان شاء الله قولوا لي النسخة الجاية عايزين نبقى فيها. يلا السلام عليكم.